عن جد كتير طيبة، لازم تجربوها وتكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهالوصفة. بهالطقس البارد خطر عبالي اعمل كفتة مع الرز، بس ما عندي كفتة والله يبعت الخير، الدنيا برا طايف، اني اخطف حالي وروح عند اللحام مستحيل، بس الحل عندي. انا التيتا سوسو وبدي اعملكن اليوم اكلي حتى انا تفاجأت من طعمتها، وبسم الله يلا نبلش. بدل الكفتة عندي شي كيلو لحمة من الفتيلة، حقطعها شرائح بهالشكل، ولازم تكون كل قطعة مثل أختها حتى يستووا كلهم مثل بعض. ما تجبروا حالكم باللية، بس أنا بحبها وهي بتعطي نكهة كتير طيبة. حقطع هالشقفة 3 قطع وبحطهم على جنب. جبت أصغر حبات بطاطا عندي وبلشت أقطعهم بهالشكل، 4 قطع 3 قطع، المهم يكونوا قد بعض، ومرة تانية كرمال كل شي يستوي مع بعض. فليفلة ملونة وبقطعهم وبحطهم على جنب. وبصل حبات صغيرة بقطعهم 4 قطع وكمان بحطهم على جنب. وهيك صارت المكونات الأساسية عنا كلها جاهزة. شرح اللحمة معلية، بصل، بطاطا، وراس ثوم مقشر بدون تقطيع، فليفلة ملونة ومقطعة. بطنجرة على النار منحط شوية زيت نباتي، وبس يحمى الزيت عنا كتير منيح نزل اللحمة واللية، وبس ياخدوا لون من تحت نرجع بنقلبهم على الميل الثاني كمان حتى ياخدوا لون. وبس تقلوا عنا على الميلتين نغمرهم بالمي المغلية ومنضيف المطيبات. بصل وورق غار وقرفة و3 حبات هيل وشوية كبش قرنفل، وبغطيهم وبتركهم حتى تطلع الزفرة. وبس بينت الزفرة على الوجه منشيلها ومنملحهم ومنتركهم يغلوا حتى يستووا على ريحتهم. ولبين ما أخذت اللحمة ريحتها واستوت رح نملح البطاطا ونقليها. بدي اقليهم على دفعتين بزيت كتير حامي. وبس نشيلهم بدنا نصفيهم كتير منيح ومنحطهم بالصينية مباشرة. يلي بدي طبق فيها الوصفة بمقلاية على النار، بضيف شوية زيت نباتي وبنزل عليهم التومات، بشيل اللية من بين اللحمات وبقطعها قطع صغيرة وبنزلها فوق التومات، وبضيف البصلات وبملحهم وبحركهم حتى يدبلوا شوي.
بنزل الفليفلة الملونة وببهرهم. وبهاراتنا لهالطبخة هي كزبرة يابسة، 7 بهارات، فلفل أسود، وبقلبهم حتى يدبلوا مع بعض. وهلأ بعد ما دبلت عنا الخضرة بنزل عليها من مرقة اللحمة حتى تختلط النكهات مع بعضها. وبزدلن عصير البندورة وبغطيهم حتى يستووا كتير منيح. بس استوت عنا اللحمة واستوت عنا الخضرة، هلأ بدنا نفردهم مع بعض بالصينية. وهلأ اللحمة استوت وببلش حطها على الوجه بهالشكل. وبرجع بكفي فرد الخضرة فوقهم، وحتى المرقة يلي بتضل بالمقلة كمان بندلقها فوقهم بالصينية. فليفلي حرة إذا بتحبوا الحار، و3 معالق صغيرة سمنة على الوجه مشان تعطينا الدسامة والنكهة المطلوبة. بغطي الصينية بالسانيتا وبحطها بالفرن شي 3/4 ساعة. وبرجع بشيل السانيتا وبردن على الفرن شي 10 دقايق حتى يتحمر الوجه. وأكلتنا صارت جاهزة للسكب. هي الوصفة وكتير من الوصفات غيرها موجودة بالقناة. إذا بعدكم معنا يعني أنتو حبيتونا، لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة يلي منزلها على القناة. بشكركم من كل قلبي.